بتقول كان المدير بتاعي في الشغل وقبلها كنا زمايل في نفس الجامعه، شويه يقرب مني ويحسسني اني اهم واحده، وشويه يبعد ويختفي وما يردش عليا، شويه يقصد يحسسني بالغيره ولما غير يطمني ويقول لي ان هم مجرد صحاب، وشويه احس انه مش مهتم غير ولا ما غيرش، ويزود الهزار مع الناس اللي هو عارف اني بتضايق لما بيكلمه. مع كل ده بقى كمان مش بينسى مناسبه الا لما يعايدني فيها. تصرفاته غريبه فيها قرب مش مبرر وبعد ملوش سبب واضح، وانا لا عارفه امشي فابقى ضيعت فرصه لحد فهمني، ولا عارفه اكمل وانا تايهه كده. اهم 3 حاجات لازم يكونوا موجودين في اي علاقه. اول حاجه فيهم هي المجهود. رسائل المعايده في المواسم والاعياد دي مش مجهود، ولا انه يعمل حساب لغيرتك ده مجهود، وحتى لما بيفضفض معاكي لايا كان السبب ده تصرف ما ينفعش تبني عليه توقعاتك منه. انت قلت انك خايفه تخسريه، مين قال اصلا انك كسبتيه او انه اصلا بينتمي ليكي باي شكل؟ وهنا تيجي تاني حاجه، الالتزام باتفاق واضح واسم علاقه واضح، مش برسائل معايده في المواسم. الحاجه الثالثه المهم قوي هو الاعتراف، وده كمان ما حصلش، فما ينفعش تبني علاقتك على تلميحات. حطي حدود لنفسك ولمشاعرك، وما تسيبيش الباب موارب.